واخيرا الفرح دق بابي، وكل اللي بحلم بيه بلاقيه قدام عيني. كل حاجة بحلم بيها بلاقيها بتتحقق قدام عيني. بجد فرحانة ان بعد الصبر جبر، ان بعد الصبر جبر فعلا والله. خليكي عندك يقين بالله وعندك ايمان بالله ان اي حاجة هتعوزيها باذن الله وربنا كاتبلك انك تشوفيها هتشوفيها. لو دلوقتي، الشهر الجاي، السنة الجاية، بعد 10 سنين، طالما مكتوب لك الحاجة دي هتشوفيها هتشوفيها غصب عن اي حد. عايزه اقولك اي شيء نفسك فيه اطلبي من ربنا. والله لو نفسك تعيشي في جنه كده على الارض اطلبي من ربنا. اوعي ابدا تبطلي تطلبي من ربنا. اطلبي وانت بتصلي، اطلبي وانت بتستغفري، اطلبي وانت بتدعي كده اهو. ربنا يحقق لك ان شاء الله كل اللي انت عايزاه. الرضا، الرضا يا جماعه هي راحه البال الحقيقيه. ان السعادة عمرها ما كانت في الفلوس. والله العظيم انت ممكن ربنا يكبر بخاطرك بحاجة صغيرة كنت انت بتحلمي بيها، تلاقي فيها سعادة الدنيا كلها. وممكن تكون الحاجة دي بسيطة اصلا. يعني في ناس تانية تقولك ايه ده، هي دي الحاجة اللي مخلياكي فرحانة كده. بس من وجهة نظرك انت الحاجة دي انت حاسة ان انت هتلاقي نفسك في الموضوع ده، ولو هو حتى صغير، لا انت لاقيه نفسك في الموضوع ده عشان انت فرحانه بيه، عشان انت حباه. الكل بيطاردك وبيكرهك في عيشتك وبيكرهك في الحاجه اللي انت بتعمليها، بس برضو انت من جواكي طالما حابه الحاجه دي فانت حاسه ان انت هتلاقي نفسك فيها. وهو ده اللي انا عايزاكي توصلي له. اوعي ابدا اي حد يعقدك في حاجه او يكرهك في حاجه انت مقتنعه فيه، مقتنعه بيها. زي ما هقولك الكلام ده دلوقتي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اوضه النوم بتاعتي خلاص يا جماعه، فاضل لها تخاطيف بسيطه كده وتبقى اوضه عروسه مودرن. مودرن، بص مودرن بمعنى الكلمه كده. زي ما انتم شايفين كده الصوره اللي انا حطاها لكم دي ان شاء الله هتبقى قريبه من الصوره اللي انا حطاها لكم دي باذن الله. يا رب بس يكون يعني يكون ذوقي يعجبكم. بصوا، انا كنت قايله له اعمل لي لون فانيليا لاتيه. بس الصراحه في ناس قالوا لي لا ما تعمليش اللون ده، هيتوسخ بسرعه وهيتبقع بسرعه ومش عارفه ايه. قلت خلاص ماشي مفيش مشكله. فرحت له، قال لي ولا ينفع اعمل لك الفانيليا اللي انت بتقول عليه ده، ولا ينفع اعمل لك. قلت له طب اعمل لي الرصاصي. قال لي لا مش هينفع اعمل لك الرصاصي برضه. قال لي الرصاصي ده محتاج بقى يخش يتعمل دوكو ومش عارف ايه وهتبقى تكلفه تانية. قال لي لا الدهان اللي انا هدهنه لك دوت مش هينفع لون الرصاص. قلت له طب هتعمل لي ايه؟ قلت له خلاص طب اعملها لي لون عسلي. فهو هيعمل. انا رحت لقيت صراحه خلص الاوضه، عمل بقى الجرار ووسع الاوضه كبرها وغير لي السرير وغير لي الحاجات دي كلها. بس ناقص بس ان الاوضه كلها تروح وتدهن. فانا قلت له طب قدامك امتى؟ قال لي يعني ان شاء الله باذن الله ممكن اسبوع بالكتير تكون الاوضه عندي. قلت له والنبي بالله عليك ما تخليش الاوضه تقعد اكتر من كده عشان انا حالي متبهدل، الاوضه عندي متبهدله. فخلصني بسرعه كده عشان الم اشيائي والم هدومي والم حاجتي كلها واخلص نفسي كده قبل رمضان، لحسن انا الدنيا عندي مقلوبه والله. وهدومي يا جماعه كلها في الارض ومتوسخه وما انا عارفه اطلع ملايه ولا عارفه اطلع حاجه. واصلا بعمل روتين وتنظيفات رمضان من غير نفسي لان الاوضه دي متبهدله مش عارفه اعمل فيها حاجه. وكل ما احس ان انا بنضف بره اشوف منظر الاوضه دي احس ان الاوضه متبهدله. تعالوا بقى حبايب قلبي نشوف الروتين المسائي اللي يفرح القلب، اللي يشجعك لو انت كسلانه، اللي يخليك تخفي لو انت عيانه. والله العظيم احسن روتين في الدنيا تعمليه الروتين الصبح بدري او الروتين المساء قبل ما تنام. ياه على السعاده والرضا وراحه البال لما تقومي تلاقي مطبخك كده فله شمعه منوره، داخله توضبي الفطار كده وانت ست هنومه في نفسك كده. اه والله، ولا مواعين مركونه كده ولا كوبايات متوسخه كده ولا حاجه. بصراحة قبل ما انام ساعة بس ولا نص ساعة دخلت المطبخ، غسلت المواعين، كان عندي شوية غسيل طبقتهم، غسلت البوتاجاز. بصي بخش ابقى عايزة اعمل حاجة واحدة. يعني انا اصلا كنت مشغلة الغسالة، كنت شغالة الحافظات اللي انا بفرشها هو انا قلت لكم صلوا على النبي يا ولاد؟ صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. اذكروا الله الا بذكر الله اطمئن القلوب. اذكروا الله، صل على النبي. اوعي تنسي الصلاة الابراهيمية. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اوعي تنسي الصلاة الإبراهيمية.
هي سبب في سعادتك، هي سبب انك تعيشي في جنة على الارض، هي سبب انك تحققي احلامك، هي سبب انك تحققي المستحيل. والله زي ما بقولك كده، جربيها زي ما انا جربتها وماشية عليها بقالي ما شاء الله كام شهر. وكانت السبب في ان استمر على الصلاة الابراهيمية دي واحدة من متابعيني، والله كانت بتكلمنا على الواتس، قالت لي يا ام زيد استمري عليها وشوفي حالك هيتبدل ازاي. قالت لي خليكي بس ما استمري عليها، ما تقطعهاش، اللي نفسك فيه هتلاقيه، كل حاجة بإذن الله نفسك فيها هتلاقيه. فأنا برضو بقول لكم عشان بحبكم، صلي الصلاة الإبراهيمية ديت في طول ما انت قاعدة كده اهو، عشان ربنا يكرمك. يلا حبايب قلبي، مين ما دخلش قناة لا، ما انا هنزل لكم الفيديو ده على القناه الجديده اصلا، اللي هو حياتي افضل كل يوم. اتمنى منكم بقى اللي لسه داخل عندي القناه جديد يشترك في القناه، عشان القناه كده مفعلها قبل رمضان يا جماعه، وتكون مصدر رزق ليا ولعيالي كده، ويكون لكم نصيب من الثواب اللي انتوا هتعملوه معايا في دخله رمضان. اعتبر ده ده الثواب او ده الصدقه اللي انت بتصدقيها في دخله رمضان. كلنا بنتشعبط في رضا ربنا، فايه، حاولي انك تعملي الثواب ده معايا مع اختكم ام زياد. عايزه اقول لكم يا ولاد، ايه رايكم في رمضان بقى ننزل فيديوهين، ننزل مثلا فيديو بالنهار الصبح وفيديو بالليل، ولا مثلا مش هي، ولا نزل فيديو واحد؟ قولوا لي برضو، عشان إيه انتوا عارفين بقى بالنهار بيبقى الناس مشغوله في عمايل اكل، وبالليل بتلاقي الناس بتفطر، فانا مش عارفه اذا كنت انزل فيديو ولا اتنين. فانتوا قولوا لي برضو عشان ما انزلكوش فيديوهات وترجعوا تزهقوا مني وتقولي يا بنتي يا ام الزوز احنا عرفنا منك واتضايقنا منك. حبايبي واخواتي في الله، والله العظيم حتى لو انتوا اتضايقتوا مني، انا عمري ما اتضايق منكم ابدا، لاني بحبكم، لانكم اخواتي، لانكم انتوا السبب في فرحي وسعادتي بعد ربنا. عايزه اقول لكم ان انا فرحانه مستنيه كده بفارغ الصبر ان الراجل يقول لي تعالي خد الاوضه. خلاص يا جماعه فاضلها يعني خلاص هو الدهان بس وتخلص ان شاء الله، يا رب يا رب يا رب على خير كده ان شاء الله باذن الله. سنه 2026 سنه الخير والسعاده عليا. شفت فيها مشاكل وشفت فيها حاجات كده مدوخاني، بس يعني بص اقول لك على حاجه، ما دقت الا لما فرجت، الا لما فرجت. يعني ممكن تلاقي مثلا بيحصل لك شويه عواقب كده، هوبا يجيلك حاجه كده من عند ربنا تفرح قلبك وتنسيكي النكد ده كله وتنسيكي الهم ده كله. والله زي ما بقول لكم كده يا ولاد. بصوا بقى، غسلت المواعين، في واحده حبيبه قلبي في التعليقات بتقول لي يا ام زياد والنبي انا بحب قوي لما اشوفك بحب الرغاوي، انت ما بتعمليش رغاوي ليه في المواعين؟ اعملي رغاوي في المواعين، واعملي رغاوي وانت بتمسحي الارض وبتمسحي السيراميك والكلام ده. فحاضر والله بحاول على قد، هي السلكه ما بترغيش، اعمل ايه يعني؟ السلكه هي اخرتها كده. انتوا عارفين ايه اللي بيرغي؟ السفنجه الاسبونشه هي اللي بتعمل رغاوي جامده، لكن السلكه دي ما بتعملش رغاوي قوي. حاضر هجيب سبونشة وبصي حامله لك الدنيا رغاوي وزحاليق وهظبط لك الدنيا ان شاء الله. انتوا حبايبي والله العظيم بحب اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. ربنا يصلح حالكم يا رب ويكبر بخاطركم، اللهم امين يا رب. ما تشوفوا المرض ابدا ابدا، يا رب يصلح حالكم واحوالكم، يا رب بارك لكم وكرمكم في عيالكم واشفي مرضاكم يا رب، اللهم امين. ادعوا يا جماعه، ادعوا اليومين الجايين قوي، النهارده اللي النصف من شعبان، كل سنه وانتم طيبين، يا رب يجي علينا كده دخلة رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، اللهم امين. وانتم متجمعين ما بين حبايبكم ما بين اهاليكم كده وعيالكم، ما تتحرموا منهم ابدا ابدا يا رب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، استغفر الله العظيم، استغفر الله واتوب اليه. يلا حبايب قلبي، تشجيع بقى ولايكات للفيديو، الفيديو الجميل ده اللي هيشجعك ويحفزك. والله العظيم عايزه اقول لكم، كنت قاعده كسلانه شايفه طبق الغسيل قدامي كده اهو ومش عايزه اقرب منه ولا اطبقه، طول ما انا قاعده وماسكه التليفون بحس ان انا سقعانه. قلت ايه ده، انا كنت حاطه كده حافظه في الغساله جوه، قلت طب اما اقوم ايه اشطف كنت سايباها يعني، كنت شاطفاها وسايباها تتصفى، وكنت حاطه حافظه تاني في الغساله، فقلت ايه اما اشيلها عشان انشرها واطلع التانية واصفيها وبس، وهاجي اقعد مش عامله حاجه النهارده لاني مش قادره، تعبت بقى. ببص لقيت نفسي بطلع الحافظه، لا ده المواعين عايزه تتغسل، ده البوتاجاز عايز يتغسل، لا ده انا هطوق الارض كده. عايزه اقول لكم ان انا بمسح مسح كده اي كلام اليومين دول، بس ميه بتبقى نازله مش عارف عشان علمي واستخوش الدنيا، لكن المسح النظيف بقى. وبصوا انا بعمل تنظيفات الاول، هو طبعا قبل الشغل ضبط الشغل. اول حاجه مثلا بتنضفي مطبخك، بتنضفي الشفاط، بتعملي تحت السراير، عندك تلاجتك عايزه تتغسل، الحاجات العميقه دي بتتعمل الاول، وبعد كده المسح والفرش اخر حاجه بقى. يعني خلاص اللي هو المسح والفرش ده احنا بننعش همه خالص.
طب هتفرشي امتى يا ام زياد؟ الفرش لسه يا جماعه اجله شويه. انا والله لو الاوضه، لو الراجل صدق في كلامه وجاب لي الاوضه بعد اسبوع، خلاص الاوضه هتيجي، هرص دولابي وارص حاجتي، وبعد كده اجي فرشه على طول. لو لسه بقى مثلا هيجيبها لي قبل رمضان بيوم او باتنين، يبقى هستنى، مش هفرش الا قبل رمضان بيوم. لان بصراحه يا جماعه ايه يعني، الدنيا هتتبهدل عندي هنا جامد لو فرشت من دلوقتي. فلسه هشوف الدنيا، ممكن ايه نقعد مثلا اسبوع 10 ايام كده ولا حاجه ونفرش، بس هسيب الدنيا متبهدله عندي كده، لسه مش عارفه هعمل ايه بقى. يا رب ربنا يصلح الحل الجميع يا رب. يلا حبيبه قلبي، لو كنت قاعده كسلانه، قومي بقى خدي جرعة نشاط كده من ام زياد، وشوفي ام زياد عملت ايه. عندك بقى شوية غسيل، عندك شوية مواعين، عندك بقى الدنيا متبهدلة، قومي يا قمر كده، محدش هينفعك. اوعي ابدا تخلي الشيطان يكسلك. طول ما انت قاعدة الشيطان يقولك ايه، انت مثلا عقلك يقولك قومي نضفي، الشيطان يقولك لا اقعدي شوية، هي الدنيا طارت، بكرة بإعملي كمان حبة، بإعملي ماشي، لو مش قادرة مفيش مشكلة. مش قادرة تشتغلي بالليل اشتغلي الصبح، مش قادرة تعملي الصبح اعملي بالليل، بس برضو الشغل وراكي انت اللي هتعملي، مش حد يعمل غيرك. ربنا يصلح حالكم واحوالكم يا رب، يبعد عنكم الهم والمرض والحزن، اللهم امين يا رب العالمين. حبايبي واخواتي اللي بيقولوا احنا بنحب دعواتك يا ام زياد، الهي يصلح حالكم يا رب، والله العظيم بدعي لكم من قلبي يا احلى اخوات. اتمنى منكم بقى كل اللي دخل قناة حياتي افضل كل يوم ما ينساش يسيب اشتراك على الفيديو، ويحط لايك للفيديو، ويكتب لي كلمة حلوة. فرحانة بكل حبايبي واخواتي اللي دخلوا معايا القناة الجديدة واشتركوا كده. انا دايما بسيب لكم برفع لكم الفيديو على المنتدى بتاع بيتي مستور بالرضا، عشان خاطر ايه كل اللي ما يعرفش القناه يدخل من هناك ويشترك فيه. وبحط لكم اللينك في اول تعليق مثبت في قناه بيتي مستور بالرضا، عشان اول ما تدوسي على اللينك تلاقي نفسك في القناه على طول. ربنا يصلح حالكم يا رب. حبايبي واخواتي دايما يقولوا لي والله يا ام زياد لو رحت المريخ احنا هنيجي وراكي، لو رحت بلاد الهاي هنيجي معاك. ما اعرفش ايه بلاد الهاي دي. المهم يعني إيه، والله العظيم وانا بتمنى ان انتوا تكونوا معايا في كل حته، انتوا اصلا في قلبي، والله انتوا في قلبي. يعني انا والله العظيم لو في يوم كده ما صورتش في فيديو، عايزه اقول لكم ببقى مخنوقه، ببقى متضايقه، ببقى عندي اكتئاب، خلاص هو يومي ما بيعديش كده الا لما لازم اصور فيديوهات معاكم. خلاص اتعودت عليكم بقى، وبقيتوا حبايبي، بقيتوا اخواتي، بقيتوا اهلي، والله بقضي معاكم الوقت اكتر ما بقضيه اصلا مع اهلي واخواتي. يبقى انا ازاي بقى، هي ما فيش زهق كده يعني. بحب كلامكم، بحب تعليقاتكم، الناس اللي بتقول يا ام زياد انت طبيعيه وزينا، انت ست محترمه. والله العظيم حتى انتقاداتكم لما بتنتقدوني بطريقه محترمه بحب انتقاداتكم، لكن الناس اللي بتنتقد بطريقه مش كويسه او بتغلط لا، ما الناس دي ما بردش عليها اصلا، ولا بعبرها خالص. هنا بقى كنت خلصت الغسيل، رحت ماسكه بقى الارض مطوقاها كده، كان باقي ميه، يعني ما مسحتش المسح اللي هو صراحه ربنا يعني، لا مسحت كده ايه اللي هو بس نشفت الميه وخلاص. لسه بقى نمسح مسحه نظيفه بقى. فاضل لك ايه في المطبخ يا ام زياد؟ فاضل لي بقى اركب الستاره، يعني بصوا فاضل لي الفينش الاخير، بس برضو عايزه اخلع الشفاط اغسله، وشفاطي مش وسخ قوي، يعني لو وريته لكم هتقولوا ما يستاهلش غسيل يا ام زياد، بس برضو هنزله اغسله. ماشي، انا بحب المطبخ يكون بيبرق من كله. وفاضل لي برضو السيراميك، الحتت اللي هي فوق كلها من حوالين الشفاط ومن عند المطبخ والكلام، الحتت دي كلها عايزه اغسلها برضو، ايه هغسلها. فانا خدت المطبخ كده معايا على كام لقطه، مش كله مره واحده عشان ما اتعبش برضو. خدت المطبخ كده معايا على كام يوم عشان ما هدش في نفسي. فزي ما بقول لكم فاضل لي بس الشفاط، وفاضل لي الجزء بتاع المطبخ من فوق اغسله، وفاضل لي الفينش الاخير، الفرش الاخير بس، وكده